صباح، استني يا صباح. خدي دول معاكي يا صباح. فلوس؟ اعمل بيها ايه الفلوس؟ هو انتوا عشرتكم تتقل بالمال يا ست زبيده؟ هلاقي بعد كده ناس زيكم منين؟ بكره ان شاء الله ربنا يعوضك بعريس كويس. مع السلامه يا صباح. الله يسلمك يا ست زبيده. اهو ده اللي نبني منك، كان يوم اسود يوم ما سمعت شورتك. يوه، وانا اعمل لك ايه يا بنت اختي؟ اذا كان لا بينفع معاكي ولا بيشفع، حظك منحوس. على راي المثل، ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ يعني ايه؟ خربتيها وقعدتي على تلها؟ ده بدل ما تشوفي لي حل ينجدني. مخك زينخ. يوه، كنت فاكراكي بنت لهلوبه شاطره الشطار، بتلعب بالبيضه والحجر. وانا ذنبي ايه بقى ان الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم؟ استني، قلتي ايه؟ سمعيني كده تاني. الحاج ومراته بيحبوا متولي زي ضي عينيهم. حلو، اربطي عندك، انا جايالك. بت، مين بيحبه اكتر، الحاج ولا مراته؟ وانا ايش عرفني؟ بعدين ايه الاسئله دي؟ خلاص يا عين خالتك، لما تبقي تعرفي وتتاكدي ابقي تعالي لحد خالتك عشان تقولي لها اوه. مين؟ صباح؟ ايوه يا حاج. اللي جابك تاني هنا يا وش المصايب؟ مش قادره يا حاج، جمالك مغرقاني، مش قادره اسكت. ايه عايزه تقولي ايه؟ ضميري مش مطوعني، عايزه اقولك اللي انت ما تعرفوش. ايه هو اللي معرفوش؟ بس خايفه اقولك ما تصدقنيش، بس انا مستعده احلف لك ان هو ده اللي حصل. انا مش فاهم ايه اللي حصل. مالهم؟ انت هتجيب السيره دي تاني؟ انا بتكلم عن الست زبيده وحبيبك متولي. مالهم؟ ظلموكي؟ لا، مستغفلينك يا حاج. اخرسي، اوعي تقولي الكلام ده مره تانيه احسن اقتلك واشرب من دمك. اقتلني يا حاج، اعمل فيها اللي انت عاوزه، بس هي دي الحقيقه اللي كنت بشوفها بعينيا الاتنين. امشي يا بت، امشي، ده انت حقيقي تعبان وربنا يكفينا شرك. عارفه لو شفتك هوبت ناحيه البيت ده تاني هقتلك واشرب من دمك. اسمعني بس يا حاج، هقول لك ايه الاول. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمعني بس الاول لا يا حاج. حول ولا قوه شوف انا الا هقول لك بالله. ايه بس يا حاج. امشي يا بت، اطلع بره والا والله هقتلك واشرب من دمك. بره بره بره. حاج سلام، حاج سلامه، الاكل جاهز. حاج سلامه، الله سامعني ده يا حاج سلامه. لا، انت قاعد هنا وانا عماله انده عليك. ايه ما بتردش عليا ليه؟ يلا قوم عشان نتعشى، الاكل جاهز على السفره. ايوه يا زبيده. ايه مالك ما بتردش عليا ليه؟ انا انت سرحان في ايه؟ اصل بفكر شويه في الشغل. شغل ايه؟ في مشاكل في الشغل. يا اخويا بلا مشاكل بلا بتاع، معلش كل مشكله وليها حلال. وبعدين انت هتفضل حامل هم كل حاجه يا حاج؟ احنا ربنا الحمد لله كرمنا اخر كرم ومش عايزين اكتر من كده. قوم يلا عشان نتعشى. طيب يا زبيده هقوم. لا، انت بتنتش ايدك مني كده ليه يا حاج؟ انت قايم ليه يا حاج؟ الحمد لله كلت ايه ده؟ انت ما كلتش حاجه، وبعدين دي مش اكلتك. اعمل ايه؟ شبعت. حاج سلام، انت تعبان يا اخويا، حاسس بحاجه؟
زبيده قلت لك مفيش حاجه. لا اكيد في حاجه، انت مش عاوز تصارحني ليه؟ اصرحك بايه؟ كل ما في الامر لقيت نفسي متضايق شويه. كده من غير سبب؟ ايوه من غير سبب. انت شفت مين النهارده؟ اوه هنبتدي بقى السين وجيم. لا وكتاب الله وكتاب الله في حاجه وحاجه جامده قوي. قلت لك يا زبيده مفيش حاجه، كل ما هناك ان انا مش طايق حد يكلمني النهارده. ما هو اللي انت بتقوله ده مش طبيعي يا حاج. انت اصلك بالنظر، حد النهارده بصلك بصه مش طبيعيه. انا هولع لك شويه بخور. لا مش طايق نفسي، عايزه تخنقني كمان. انت صاحي ليه يا حاج؟ مش جايلي نوم. اشمعنى الليله دي يعني؟ اعمل ايه؟ اثبتي. طب بقول لك ايه، قوم اما نتكلم مع بعض شويه. نام انت، نامي. طب اسمع ما اقول لك، انت قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرا الفاتحه وقول هو الله احد والمعوذتين، وانت هتنام وتروح في اخر نومك. طيب بس سيبيني ونام انت دلوقتي، نامي. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. بس لو اعرف ايه اللي في دماغك. نوم. صباح الخير يا ست كل. صباح الفل. اتفضل يا متولي. الحاج اخباره ايه النهارده؟ والله ما داق طعم النوم طول الليل. ليه كفل الشر؟ مش عارفه يا اخويا مزاجه متعكر ليه، مش رايق كده. هو في حاجه ضايقته في الشغل؟ حد يقدر يضايقه؟ وبعدين لو كان حصل كان قال لي. امال في ايه بس؟ هو فطر ولا لسه؟ كل ما اقول له تعالى افطر يقول لي ماليش نفس، مش عارفه في ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا حاج سلامة، أنا شايف الهم مالي عينيك، بعتلي ليه؟ مش عارف اقول لك ايه يا شيخ بدوي، هم تقيل قوي كاتم على نفسي، وصدري مش قادر يتحمله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شدة وتزول يا حاج. انا جيت لك وطمعان في مساعدتك. انت عارف انا لا بروح ولا باجي الا لما شرطك. وما توفيقي إلا بالله. إيه الموضوع يا حاج؟ ايه رايك في زبيده مراتي؟ ست الستات، ونعمة كبيرة من ربنا كرمك بيها. ايه اللي خلاك تقول كده؟ اللي يقول غير كده يبقى كذاب، لا عنده ذمة ولا ضمير. ما تأيدنيش بكلامك يا شيخ بدوي. ايه العبارة يا حاج سلامة؟ مالك بتغلي من جواك يا اخويا؟ عايز تقول حاجة؟ من يومين وانا بغلي، مش مستريح يا شيخ بدوي، مش مستريح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه كفل الشر؟ ايوه يا متولي، امال الحاج فين؟ هو زي ما حكيت لك كده يا شيخ بدوي. وبرضه يا راجل يا كبير، يلي كل الناس تحلف وتتحالف بحكمتك، تصدق كلام واحدة زي دي؟ ده الحق تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والبت اللي بتقول عليها دي أنا لازم أقول فيها كلمة الحق، إن لا عندها لا ذمة ولا ضمير ولا خوف من ربنا. انا هتجنن يا شيخ بدوي، نفسي احط ايدي على الحقيقه، الشك هيخنقني. ما هي كل حاجة بالشواهد والدلائل يا حاج سلامة، وانت لا معاك شاهد عدل
ولا دليل. وربنا تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومراتك طول عمرها ست طاهرة، حرام تظلمها وترجع تندم. انت ناسي اللي عملته معاك دي، ما عملتوش واحدة مع راجل قبل كده، وانت عشرتها السنين دي كلها وعارف ان هي حرة، والست الحرة عمرها ما تغلط يا حاج. لو كان اللي انت بتقول عليه ده مضبوط كانت جت وطلبت منك الطلاق وبريتك علشان تتجوز الواد صبيك. لا يا حاج سلامة يا اخويا، ارجع لعقلك واخذ الشيطان، ده انت سيد العاقلين، وما تخليش كلام بنت زي دي يهزك. وعلى رأي المثل: البحر ما يتعكرش من ترعة. دستور دستور يا ولادنا، دستور يا اخواتنا، بره وبعيد عن البيت واللي فيه. بيت يا صباح، يا بنت افتحي الباب يا مدهوله. حاضر حاضر يا خالتي، حاضر. حاج سلامة، أهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا حاج، خطوة عزيزة. أهلا وسهلا. خالتي الحاج سلامة. الحاج سلامة، اتفضل يا حاج. أهلا وسهلا يا حاج، اتفضل اتفضل يا حاج. الخير على قدوم الوردين. اهلا يا حاج. قهوتك إيه يا حاج؟ عريح. حاضر. دستور، ايه؟ اقطع لك من انهي لون؟ طب فكري براحتك على ما ارد على التليفون. الو، اهلا يا ست الكل. لا هو لسه ما وصلش الحقيقه، ما قاليش انه رايح مشاوير النهارده. ما تقلقيش، هتلاقيه قابل حد من اصحابه قاعد عنده شويه. لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك يا ست الكل. لا كتر خيرك، أصل أنا قلقانة على الحاج قوي. لا أصل أنا سامعاه بيقول لك إن أنا هحصلك على طول. طيب مع السلامة. يا ترى راح فين؟ دستور دستور، قاعده مع عينيا يا حاج. البنت صباح كانت بتشوف حاجات يا مصيبتي، كان لها العجب. تيجي تحكي لي كان جسمي اشعر يا اشعر يا حاج. اقول لها ويا بنت تغلطي وتقولي للحاجه حاجه، ملناش دعوه، احنا نعمر ما نخربش. لكن تقول ايه بقى يا حاج، على راي المثل: النسوان هديات ورزيات بعيد عنك. عايزه تقولي ان مفيش حاجه كانت بينك وبين متولي؟ أنا لحد دلوقتي مستغربة، هي جابت الكلام ده منين؟